السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد. اليوم جبت لكم معمول التمر بالفرينه. البنات صدقوني يجي هايل، يذوب في الفم. نتيجه رائعه بمكونات بسيطه متواجده في كل البيت. نتيجه شوفوا البنات، هايل هايل وطري، والحشو نتاعو يجي طري مش قاصح. التمر يجي فتي ما شاء الله، نتيجة رائعة. نتمنى تجربوه وتردوا عليه في التعليقات. للوصفة يلا ونشوفوا المقادير اللي نحتاجه. هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين طرية، نزيدوا عليها كاس ناقص صبع سكر كلاصي. الكاس تاع 250 مليلتر. هكا نحركوا شويه السكر مع المارغرين يتجانسوا شويه. نزيد عليهم نص كاس مايزينا، نص كاس مايزينا، زوج صفار بيض بدرجة حرارة المطبخ، زوج صفار بيض. نزيدوا عليهم واحد فاني، سكر فاني، ونخلطوا جيدا حتى يتجانسوا لنا كاع المكونات. نخلطوا مليح كيما هاك حتى نحسوا داك المكونات كاع تجانسوا. بالتدريج نغربلوها كيما هاك ونضيفوها بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه طريه. ما نشفوش العجينه، العجينه خص تكون طريه باش يجينا المعمول خفيف. كملنا مع العجينه ونجيو للحشو. الحشو عندنا 500 غرام تاع التمر معجون. شوف هذا التمر ما نحتاجش نبخره، عندي الطري. نزيد عليه ملعقه جنجلان، وهنا نزيدو قرفه غبره على حسب الذوق، ونزيدو ملعقه كبيره مارغرين طريه او زبده اللي تبغيو، ونزيدو عليها ماء الزهر. الماء الزهر عينك ميزانك انتنا على حسب العجينه. كي تلمي العجينه شوفي الا شفتيها مازال ما مشي رطبه، زيدي ماء زهر حتى تحصلي على عجينه طريه تلتصق بين يديك باش يجينا الحشو رطب ماشي قاصح كي ناكلو المعمول تاعنا. شوفوا النتيجه خياتي، شوفوا طريه طريه وتلتصق بين اليدين. داك الزبده هي اللي تخليها طريه وما زهر، ونعجنوها مليح حتى يتجانسوا لنا كاع المكونات. هنا خياتي جيت نشكل المعمول، نديرو كويرات من العجين هكا، كويرات عينك ميزانك، ولي تبغي دير توزن هكا. نشكلو كاع العجين كويرات، والحشو كذلك نديروه كويرات هكا. نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كامل العجين تاعنا. هنا كملت العجين تاعي، ونجي نشكل الحشو بنفس الطريقه، نديرو كويرات كيما هاك. كما قلت لكم عينكم ميزانكم، واللي تبغي توزن. انا عيني ميزاني هكا حتى نكمل عاود كاع كميه الحشو ونولي معاكم. هنا خواتاتي نجيب المول اللي عندي ونبدا نشكل في المعمول. نجيب حبه هكا تاع العجين، نبسطها كيما هاك، ونجيبو هنا انا كبرت شويه دخل من بعد نولي ننقص في العجين في الحشو، ونغطيو هكا، نغطيو بهذه الطريقه كامل الحشو نتاعنا باش ما يجيناش على برا وكان يجي باين ما عليه والو. ونعاود نكورو مليح مليح ونديروها في المول ونضغطوا عليها. ندير شويه الفرينه باش ما يلتصقناش، وديري الحبه الكاطو تاعك
تضغطي عليها، تضغطي مليح مليح وعاود تجبديها. صراحه هاد المعمول هايل هايل. انا قعدت دابا ما خدمتليش، خصني نطرف هكا في الارض باش يخرج لي. شوفوا خياتي النتيجه هايل. هذه هي النتيجه. ندير في قدام الصينيه تاع الفور، ندير فيها ونكملوا بنفس الطريقه كامل. هذه الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه. نجيبوا حبه تاع العجين نبسطوها كيما هاك، نجيبوا الحشو نتاعنا الا شفناه بزاف نقصوا منه ونغلقوا عليه بهذه الطريقه، ونعاود نكوروه مليح مليح ونديروه في المول. نضغطوا مليح، نضربوا كيما هاك. نحاول اللي كان عندنا زياده نضربوا كيما هاك. ايوا نحي، ساهل وفي الساعه. هنا كملت كاع الكميه اللي عندي. شوفوا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. شطوا لي 3 تاع الكويورات درتهم هذاك جهايل تاع داك جهايل. ديري في الوسط داك الكونفيتور ولا الجولي ولا كاش حاجه جهايل بنفس العجينه هذيك تنجموا ديري بها الصابلي. عاود هنا خياتي ندخلوه للفور اللي مسخن من قبل. ديروه من التحت يطيب لنا من تحت يتحمر وعاود يتحمر لنا من الفوق. شوفوا خياتي اللي خرجته من الفور. شوفوا هايل. خصو يعبي داك لون دوغي. شوفوا ما طايبش مليح، ما نقصحوش حتى يولي لنا قاصح. شوف غير اللون ذهبي ونخرجوه من الفور، ما نكثرولوش طياب. حتى هادو جاو هايلين صراحه والله، وجاو هشاشته هما. يعني العجينه هذه تنجمي ديري بها صابلي. شوفوا خياتي ذكرت وشيتا شوف تفتتت. ما شاء الله. نخليه يبرد شويه ونجيبوا السكر كلاصي ونديرو عليه. انا الصراحه خياتي درت غير هاد 2 سطور ولا شحال اللي درت فيهم السكر كلاصي. انا ما نديرش فيهم كامل حتى نجي نقدمه وندير فيه السكر من الفوق، خاطر باش تعرفوا السكر غادي هذيك الكاطو يشرب السكر. انا غير باش ندير لكم صحه التقديم درت هاد الكميه، الاخرين ما درت لهمش حتى نجي نقدمهم نهار العيد ان شاء الله يا ربي لا ربي حيانا باش عندي لهم السكر من الفوق. وها هي النتيجه خياتي، نتيجه هائله. خفيف ويدوب في اليد قبل الفم صراحه، وجا بنين بنين. نتمنى خياتي تجربوه وتردوا عليه في التعليقات وتعطينوا الراي نتاعكم. شوفوا خياتي، شوفوا ما شاء الله. وانا كثرت الحشو، انا نبغي الحشو يجي بزاف ماشي تما غير شويه، انا يجي الحشو بزاف. شوفوا هاي والحشو الطري مش قاصح. ونتمنى خياتي ما تنساونيش بلي لايك تاعكم والتعليقات الزوينه نتاعكم اللي تحفزني. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.